السلام عليكم ورحمة الله. ان شاء الله هكلمكم في الفيديو ده عن تربية البط البغال، وبيتذبح امتى وبيرقد ولا لا، وتفاصيله كلها ان شاء الله، وتربيه ازاي من عمر يوم لحد عمر الذبح ان شاء الله. البط المولر يا جماعة او البط البغال عموما بيبقى نوعين، نوع محلي ونوع مستورد. بتقدري تفرقي بينهم ازاي؟ بان المستورد بيبقى عينه حمرا، لازم بيبقى عينه حمرا، وده ما بيجيش عمر يوم لان هو اصلا بيجي من بره، فانت بتشتريه على عمر اسبوعين او اكبر او اكتر، وبيكون اغلى من البط المولر المحلي، وبيكون عينه حمرا. ده طبعا افضل انواع البغال، لان ده اللي بيجيب معاكي وزن كبير خالص عن المحلي بكتير. المحلي ده بتشتريه عمر يوم، وبيكون شبه كده البط البكيني، بس بتقدري تفرقي بينه وبين البكيني من المنقار ومن الرجل. المنقار زي ما انا موريالكوا كده بيكون مبيض شويه مش اصفر، والرجل برضو بتكون مبيضه شويه. ما تعرفيش الفرق ده غير لو ما يكون معاهم بط بكيني. هتلاقي البكيني البوز بتاعه والرجل صفرة خالص، لكن البغال المحلي بيكون او المولر المحلي بيكون البوز بتاعه والرجل بيكون لونهم مبيض شويه. وفي برضو للبط البغال اسامي تانية، جريمو وحاجات تانية وبلنشار وكده. انا مش عايزة يعني الخبطكم في الاسامي ديت. المهم ان انتوا تكونوا بس عارفين ان في نوع محلي بننتجه في مصر، وفي نوع مستورد بيجي من بره. المستورد بيبقى عينه حمرا، ده اللي لو عرفتوا تقدروا تجيبوه يعني هو ده افضل حاجة في التربية، لانه بيجيب اوزان عالية جدا عن المحلي. المحلي برضو كويس، واقول لكم مميزاته ايه والعيب اللي هتلاقوه برضو في تربيته ايه، وازاي تتغلبوا عليه ان شاء الله. لكن اللي هيبقى متاح عندكم هو المحلي او البغال المحلي. هو بيكون شكل البكيني كده، بس بعد ما بيكبر بيبقى حاجة كده وسط بين المسكوفي او البلدي والبكيني. هو اللي انا موريهولكوا ده الابيض. الابيض ده هو ده اللي مولر محلي او بغال محلي. لكن الاسود ده طبعا بط سوداني طلع لنا عادي يعني بلدي، بط رقد يعني. احنا كل ما يطلع لنا بط من الرقد يعني بنجيب معاه كام بطة بغال كده نربيهم معاهم، بيتربوا مع بعض ويبقوا كويسين مع بعض ان شاء الله. بيبقى التربية واحدة عادي خالص، وما ما بيحصلش مشاكل ان شاء الله. البط البغال يا جماعة او اي نوع طيور هتجيبوها، يستحسن ان انتوا تفضلوا تقدموا علف صافي لمدة شهر كامل. شهر كامل نقدم اللي هو العلف البادي 23 او 21%. المتاح لك او الاسهل او الارخص لك هاتيه عادي. المهم ان انت اول شهر يبقى علف صافي بس، ما تجيبيش اي حاجة تانية مع العلف الصافي لحد كده اما تبقى البطة تبني هيكل معاكي كبير كده. ده بيخليها تشيل معاكي وزن بعدين. يعني انت ما بتفضلي تديلها علف بس، بتخليها تبني هيكل كبير معاكي، وبالتالي بعد كده تشيل وزن اكبر. لكن لو اهملت في اكلها بتخلي الهيكل بتاعها صغير كده، ويبقى بط صغير، وتبقى سلالته صغيرة كده، وما تشيلش معاكي لحم في الاخر، واحنا مش عايزين كده. طيب بعد ما ندي علف صافي لمدة شهر، والمية كده زي ما انا موريالكوا، علف بس والمية قدامهم. بعد كده بتقدري سواء كان البط ده او برضه فراخ بلدي او فراخ اي نوع تاني هتربها للبيض، مشعر او هجين، اي نوع بتربوه عندكم يا جماعة. تقومي جايبة بقى بواقي اكل البيت، ولو عندك دشيش او هتشتري لهم دشيش او رده، وتخلطي مع العلف بس بالتدريج. يعني ما تشيليش العلف مرة واحدة طبعا، هيبقى الاول النسبة الكبيرة علف ونسبة من الحاجات دي صغيرة، بعدين تحط الحاجات ديت بنسبة أكبر، والعلف برضو يبقى موجود. تفضلي تقللي بقى نسبة العلف بالتدريج بالتدريج لحد ما تسحبي العلف خالص، ويكونوا متعودين هم على ان هم ياكلوا اكل البيت او اي اكل انت هتعوديه عليهم. حتى لو كان البرسيم يا جماعة كويس جدا لو في موسم الشتاء، قدميه لأي نوع من الطيور اللي عندك، ما عدا طبعا الفراخ البيضاء. بيبقى كويس جدا، ملان بالفيتامينات والمعادن، وبيخلي لو عندك فراخ بتبيض بيخلي البيض بتاعها مغذي جدا، والصفار بتاعها احمر جدا. فالناس بتشتكي من ان الفراخ اللي بتبيض عندها لون الصفار بيبقى مشابه للون البياض، وبيكون فاتح خالص. ده بيبقى من الاكل يا جماعة. لو الاكل مغذي، كل ما الاكل يكون مغذي كل ما يكون الصفار بتاع البيضة احمر وكويس وصحي اكتر.
المهم عشان ما نبعدش وده مش موضوعنا. بعدين بتفضلي تأكليه الأكل اللي انت عودتيه عليه ده. سواء كان أي حاجة بقى انت عايزة تحطها لهم، دشيش أو بواقي أكل أو برسيم أو عيش أو ردة. الحاجات دي كلها بتفضلي بقى تقدمها لهم لحد ما يوصلوا معاك لحد عمر 3 شهور، تقدري تذبحي منهم إن شاء الله. طب الوزن اللي بيوصل له بيبقى قد ايه؟ بيبقى البط ممكن تبقى 3 كيلو 3 كيلو ونص لو انت بتأكلي. طبعا اللي بيبيع بيأكل علف صافي، ما بيجيبش البواقي الأكل ده لأنه عايز أكبر وزن في أسرع وقت ممكن. بيوصل معاه ممكن 3 3 ونص، ده المحلي. البغال ممكن يوصل اللي هو المستورد ممكن يوصل 5 كيلو. الدكر ممكن يوصل لحد 8 كيلو، ده المستورد. الدكر البغال ممكن يوصل لو علف برضه صافي بس ممكن يعدي 5 كيلو. وبيبقى ما شاء الله مميزاته ان بيبقى طعمه حاجة كده زي البلدي ومفيش دهن كتير، عكس الباكيني الناس ما بتحبش تربيه عشان حجم الدهن بيكون اعلى من اللحم. لا، ده بقى بيبقى حجم اللحم اكبر، وكل ما تسيبيه فترة بتلاقي اللحم بتاعه يزيد اكتر والدهن يقل عن قبل كده. ويستحسن ان انت ما تسيبوش عندك كتفريخ يعني. آه، يعني البيض بتاعه هو المحلي، البيض بتاعه بيبقى كويس وبيطلع، لكن المستورد بيبقى عقيم يا جماعة، وحتى لو باض عندكم لو سبتوا له البيض بتاعه ما بيطلعش. فما تسيبوهوش عندكم غير للحم للتسمين